ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده معانا فيديو جميل جدا وممتع. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه النهارده. الفيديو بتاعنا بيقول لك كلمات انجليزي ممكن يتلخبط فيها الكبار وكمان الصغيرين، يعني ممكن ما الكبار يقفوا عليها وبرضه الصغيرين. طب يلا نشوف الكلمات دي ايه. اوعى يفوتك الفيديو ده عشان تعرف ازاي بننطقها وازاي بنتعامل مع الكلمات دي وازاي نفهم هو عايز ايه. اول كلمات معانا النهارده معانا كلمات heart وكمان heart. heart هنا بمعنى ايه؟ معنى قلب، وheart بمعنى يجرح او يصيب. طب عندي كمان soup وعندي كمان soap. soup هنا يعني شوربة، وصوب هنا يعني صوب، يعني شوربة، وصوب يعني ايه؟ صابون. طيب عندي كمان ايه؟ plane يعني طائرة، وعندي plan يعني خطة. في فرق بين الكلمة plane plan plane plan. عندي كمان put يضع، وكمان put. ولكن عندي كمان power وعندي كمان pour. power هنا بمعنى قوة، وpour هنا بمعنى يصب أو يكب. طيب عندي كمان read يقرأ، وعندي كمان read. طيب أنا عندي هنا لما باجي أحول فعل read اللي هو يقرأ في الماضي مش بتبقى read بقت read كأني بنطق اللون الأحمر. طيب دلوقتي أنا عندي الكلمات دي زي heart و heart، هما كلمات بسمعهم يعني المعاني مختلفة والنطق مختلف، بس ليه بقى بشوف ناس بتنطقهم بنفس المعنى؟ زي هنا بيقول لي heart وهنا heart. soup ليه كده؟ احنا عندنا heart، ممكن استغنى عن الار دي كمان في الامريكان اكسنت. heart heart soup plane plan pot pot power pour read. يبقى انا عندي كلمات بتقف على الكبير قبل الصغير، فانا لازم افرق بين الكلمات. طبعا كل كلمة ليها معنى مختلف عن التاني، وبالتالي كل كلمة ليها نطق مختلف عن التاني. طيب انا عندي هنا دلوقتي كلمات ليها نفس الصوت بس بمعنى مختلف. يعني ايه يا مس اطلع بالجزئية دي؟ يعني عندي الكلمات دي عمرهم ما كانوا نفس الصوت ولا نفس المعنى ولا نفس النطق بتاعهم. يعني كل كلمة زي ما احنا قلنا ليها صوت مختلف ونطق مختلف ومعنى مختلف. هنقرأ الكلمات تاني. عندي هنا heart heart soup soap plane plan pot pot power pour read. طيب هندخل على ايه تاني يا مس؟ عندنا النهارده بقى زي ما قلت لكم عندنا شويه كلمات ليهم نفس الصوت. يعني ايه نفس الصوت يا مس؟ بيقول لنا ان نفس الصوت ده بنقول عليه مصطلح اسمه الهوموفونز، ليهم نفس الصوت. الكتابه مختلفه والمعنى مختلف بس بسمعهم بنفس الصوت ونفس النطق بتاعي. طيب يلا يا مس نشوف الكلمات بتاعتنا دي بتتكلم عن ايه يا مس. يلا يا مس ندخل على الجزئيه التانيه. تمام، قلنا ايه هما الهوموفونز يا اولاد؟ يعني نفس الصوت. طب يلا يا مس نشوف الكلمات بتاعته. عندي أول كلمة زي كلمة flower اللي هي زهرة. طب معاها كلمة flower اللي هي دقيق. طب تاني كلمة ant. Who can tell me what's ant؟ ant نملة، برافو. عندي كمان ايه؟ ant اللي هي عمتي أو خالتي. طيب اللي بعدها يا مس عندي كلمة one اللي هي ايه؟ يفوز. طيب ومعاها كلمة one اللي هو number one، رقم واحد. عندي sun. what's the meaning of sun؟ شمس، برافو. طيب sun اللي هو ابن.
زي ما قلت ان انا عندي نفس الصوت ليهم، انا بسمعهم نفس الصوت بس الكتابه بتاعتهم مختلفه وكمان المعنى بتاعهم مختلف. زي فلاور هنا يعني ايه زهره، فلاور يعني هنا يعني ايه دي. انت نمله، وانت اللي هي عمتي او خالتي. طب وان يفوز او يكسب، وان نمبر 1. صن شمس، وصن ابن او ايوه ابن. تمام. طيب عندي كمان يا مس 4 كلمات ليهم نفس النطق اللي هي باي بواسطة. وايه كمان يا مس؟ باي اللي هو يشتري. طب وايه كمان يا مس؟ اللي هو باي مع السلامة. وايه كمان؟ باي اللي هو ثنائي او مزدوج. تمام. يبقى انا عندي باي بواسطة، وباي يشتري او يشتري، باي مع السلامة، وعندي كمان باي اللي هو ثنائي. يعني ايه يا مس تاني الهوموفونز؟ الهوموفونز اللي هما الاصوات، كلمات ليهم نفس الصوت بس المعنى بتاعهم مختلف. زي كلمة فلاور زهرة، وفلاور دقيق. انت نملة، وانت عمتي او خالتي. وان اللي هو يكسب او يفوز، وان نمبر 1. صن اللي هي شمس، وصن اللي هو ابن. باي 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 باي. باي الاولانية بواسطة، باي التانية يشتري، باي التالتة مع السلامة، باي الرابعة اللي هو ثنائي او مزدوج. طب يلا نشوف كمان عندنا ايه كمان كلمات. عندي كمان يا مس كلمات زي ايه؟ ويك اسبوع. وايه كمان؟ ويك ضعيف. يبقى انا عندي ويك الاولانيه بمعنى اسبوع، وويك الثانيه بمعنى ضعيف او غير قوي. طيب بعدها ايه يا مس؟ عندي بقى كلمات مهمه زي دي. بسمع بقول لك يو واختصار كلمه ار. طيب هنا يو ار ويور بسمعها ايه؟ زي هنا ايه؟ you're eating. you're watching. طيب your التانية بقى your car. your shirt اللي هو ملكك. طب الأولانية أنت تأكل أو أنت تشاهد، والتانية your car أو your shirt. التانية بمعنى ملكك، والأولانية بمعنى أنت بتعمل الحاجة دي. يبقى أنا عندي كلمات زي week ضعيف، التانية week الأولانية بمعنى أسبوع. طيب يا مس عندي you are اللي هو اختصار apostrophe re اللي هي اختصار لكلمة are اللي هو you are eating أنت تأكل، و you are watching أنت تشاهد. والتانية your اللي هو your car عربيتك، أو your shirt اللي هو قميصك. زي ما شفناها دلوقتي كلمات قلنا إن هما ليهم نفس الصوت بس بكتبهم بطريقة مختلفة، وليهم كمان معنى مختلف. طيب يا مس خلاص خلصنا الفيديو على كده؟ لا طبعا مخلصناش الفيديو بتاعنا، لسه معانا كلمتين كمان مهمين، او بمعنى اصح 4 كلمات ليهم نفس الصوت. طيب عندي يا مس كلمة ايه كمان؟ عندي right بمعنى صح او على حق، وكمان كلمة right اللي هو يكتب. right ليهم نفس الصوت بس الأولانية بمعنى على حق أو على صواب، والتانية بمعنى يكتب. طيب عندي كمان كلمة made وكلمة made. طب يا مس made الأولانية هنا بمعنى يصنع، الفعل الأساسي بتاعها make. طيب عندي made التانية بمعنى خادمة أو مساعدة. made التانية بمعنى خادمة، made الأولانية بمعنى يصنع أو مصنوع من. يبقى أنا عندي made وmade write made. طيب خلاص لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى، وطبعا أتمنى إن انتوا تشتركوا في القناة لو انتوا أول مرة بتشوفوني، وكمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو برضو ما عجبكوش أتمنى تدعموني بلايك عشان أحسن مستويات الفيديو. لو الفيديو برضو لسه ما عجبكوش يلا انزلوا اعملوا شير للفيديو، وكمان قولوا بابا عشان يشتركوا معانا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.